السلام عليكم. معكم شفيق اللي كيدير اكبر عروض الزواج داخل وخارج المغرب. شفيق بدا البرنامج ديالو من 2019، البدايه ديالي انطلقت في 2019 حتى ل 2024 دابا. اللي تزوجوا من عندي من البرنامج ديالي 500 ديال بنات ورجال، والاكثر منهم تزوجوا من المغرب لاوروبا. الحمد لله صوفيت بزاف ديال الشباب وشابات واستقروا ومشاو لاوروبا داروا مستقبلهم. والحمد لله وانا فرحان لهم بزاف. بغيت نوصل واحد الحاجه اكثر من هذا الشيء كلشي. كاينين شي ناس اللي طلقوا وتيردوا عليا اللومه، تيقولوا الله ياخذ الحق فهذاك اللي كان حيله وسباب اللي جمعنا وكيدعيو فيا. وانا كنقول بان الزواج راه قسمه ونصيب، انا غير سبب، راه ماشي انا اللي جمعتكم، ربي اللي جمعكم. انا كندير واحد المبادره او محتوى ديال الزواج، وحيت وليت كنشوف العنوسه كثيره وما بقاش الزواج، فكرت هذه الفكره ودرت هذا البرنامج، والحمد لله تزوجوا بزاف الناس. ولكن هذوك اللي طلقوا انا راه ما عليا والو، راه ربي اللي زوجكم. انا غير تلاقيتو عندي في البرنامج ديالي. وهذا الاخ ديالي محمد كومانتا هو راه كيساعدني في هذا البرنامج، الاخ محمد، وكيتقاتل معايا مسكين وكيجاوب في الخاص وكيدير بزاف اكثر من جهده باش باش يجمع الناس، وكيجاوب في الخاص وانا كندير لايف. ها هو شي كلمه الاخ محمد. السلام عليكم، معكم محمد كومان الاخ ديال شفيق، مستر شفيق. مرحبا بكم دائما في البرنامج تعارف قصد الزواج مع الاخ شفيق ومحمد. بالنسبه للبنات والدراري اللي باغيين في الخاص يدوزوا عندي في الخاص، دائما كنحط رقم ديال التليفون يدوزوا عندي الخاص. وبالنسبه نخلي لكم الكلمه الاخ شفيق يكمل معكم. وشكرا لكم بزاف. المشكل ان طلقوا شي بعض منهم، ملي طلقوا كيردوا عليا اللومه انا، وتيهدوني كاع، تيقول لك انت السبب، انت اللي لاقيتيني، انت اللي درتي ليا، فهمتي؟ كيقول لك انت اللي لاقيتينا، وانت اللي خليتي يتشتت هذا الشمل وهذه، وتزوجت بواحد الانسان غلط، تزوجت بواحد هذه ما كانش عليا، تعرفني عليه. انا كنقول بانني انا راه ما عنديش، انا راه ماشي في يدي سميتو، انا كلشي ديال الله. انا غير كندير هذا المحتوى ديال برنامج تعارف قصد الزواج، والحمد لله الاكثريه عايشين بخير، ولكن بعض منهم راه طلقوا. وكما كاين الزواج كاين الطلاق، وانا راه غير سبب وتنقولها لكم دائما. والحمد لله بزاف ديال بنات ورجال تصوفاو من المغرب مشاو لاوروبا، تزوجوا داروا دارهم. دابا حاليا وصلنا ل 500 ديال البنات والرجال اللي تزوجوا من البرنامج ديالي من اللي بديت من 2019 حتى لدابا. كلشي مخلط، اوروبا والمغرب، والاكثر منهم تزوجوا من اوروبا الاكثريه. والله يسهل عليهم والله يوفقهم. وهذا الشيء راه ماشي سهل، راه كنضرب 5 6 سوايع في اللايف، راه كنضرب حتى ل 7 سوايع وانا كندير اللايف وكنجمع وكيتفرجوا الناس وكتقاتل باش تجمع جوج الناس، راه ماشي سهله. وكنتمنى ان شاء الله يفهموني ويفهموا بان انا غير سبب، والزواج قسمه ونصيب. عاوتاني اللي بغيت نقول لكم بان راه كتكون الفتره ديال التعارف. انا عندي برنامج تعارف قصد الزواج، راه كتعارفوا في البرنامج ديالي، ولكن نتوما كتلاقاو في الواقع، كتشوفي واش داك الراجل مناسب ليك، كتشوف داك بنت الناس واش مناسبه ليك، اذا ومن بعد عاد كتاخذوا القرار. راه ماشي انا كنزوجكم في البرنامج ديريكت، ما كنزوجكمش ديريكت، انا غير كنعرفكم. نتوما كتلاقاو في الواقع، كتفاهموا، ارتحيتوا لبعضياتكم تبارك الله، ما ارتحيتوش تبارك الله. وانا ما كتحملش شي مسؤوليه، انا كندير هذا البرنامج، هذا المحتوى، هذه المبادره ديال الخير فقط حبا وباش نحاربوا العنوسه اللي ولات كثيره. دابا الزواج ما بقاش اصلا، ولا الزواج صعيب في هذا الوقت، وحنا كنديروا هذا البرنامج هذا باش ان شاء الله نفرحوا الناس ونجمعوهم في الحلال. وتحيه لكم، شكرا لكم بزاف على الاستضافه ديالكم في مدينه وجده، اللي مدينه عزيزه عليا بزاف وكنجي ليها. وكنتمنى ان شاء الله هذا اللقاء غادي يكون خفيف على الناس اللي كيتفرجوا، وغادي يفهموا الرساله ديالي اللي وصلت لهم بانني انا راه غير سبب، والزواج قسمه ونصيب. وتحياتي لكم، اخوكم شفيق.